هلا، شلونكم؟ كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة ان شاء الله وتحقيق الاماني. يا ربي يرد النوبة عايدكم. واليوم جيتكم بطريقة سهلة وبسيطة داطلي بالسميد. هنا انا مثل ما جاي تشوفون قدامكم، هنا حطيت قلاصين مي وعندنا قلاصين سميد وقلاص طحين. هنا مثل تشوفون ان انا ضفت قلاص طحين. هسه تشوفون هنا عندنا خاشوقة ملح، العفو خمرة، ويا خاشوقة ملح وخاشوقة سكر أو شكر نقول. خلي بهاي الطريقة شوية ونرجع عليهن نضيف المواد. وهنا عندنا الزيت، ربع قلاص زيت. هاي الطريقة سهلة وبسيطة. أنا ضفت يعني تضيفون أول مرة المواد السائلة وبعدين المواد الجافة. القلاصين السميد ضفتهن. وهنا هذا القلاص عندنا طحين، يعني قلاصين سميد قلاص طحين. يعني هسه ان شاء الله مبينة قبالكم المكونات واضحة. خلينا خاشوقة خمرة وخاشوقة ملح وخاشوقة سكر، يعني خاشوقة مال الكوب. انا راح ابدي اخلط المواد كلها. سدي تشوفوها مبينة عبالك نقول جاف، العفو سائلة يعني حيل، يعني تقولون خفيفة نقول. هنا عندنا فانيلا خليت. إذا عندكم فانيلا طوز عادي، مو السائلة بكيفكم انتو حسب الرغبة. ورا ما نخليها تختمر، خليها تختمر في نص ساعة. شوفون شلون راح تصير يعني ثخينة العجينة، ثخينة مو نقول ثخينة حيل، هي لازم ما تكون ثخينة حيل. شوفون قدامكم. أهم شي نخبطها زين حتى المواد كلها جانسة سوا. اخلطها بهذا الشكل لحد ما يصير باهي. شوفي هاي ورا ما اختمرت، ورا نص ساعة شوفي شلون صارت عندنا هذا الشكل. تصير ما يصير لا ثخين. هنا عندنا الزيت وقالب مال اي فورمة عندكم، مال داطلي، مال كريمة تصير، يعني تصير مال تزيين، بس تكون هاي الجسمة ناعمة. وابدي اشكلها بهذا الشكل. هسه هنا انا شوفتكم، راح اجاوبكم شلون جاي راح اشكلها. الكل تعرفوا ان شاء الله شلون تصير. طعمها كلش طيب صار، لا اضافات زيادة ولا ابد. هذا سميد والطحين وزيت وخمرة يكفيني ذني المواد، يعني بس ما اخلي ازيد. هاي بديت حد ما تصير لونها اشقر نقول، يعني انتو اللون حسب اللي تحبونه، على شقر او بني نقول حيل غامق، حيل غامق اللون مالته. طبعا القطر عندنا اول شي نقول حضريها، الكل تعرف تسويها. قلاصين انا اسويها شكر او سكر، وقلاصين مي اسوي، واي نكهة تحطون هيل فانيلا بعد بكيفكم. وبهذا الشكل اني يكفيني، صار لونها بهذا الشكل البني غامق. وتشوف شلون راح اشكلها، يعني سهلة نفس هاي اللي يبيعوا بالسوق. اكو الداخلي ذاك انا هم سويته ونزلت لكم اياه بالقناة. هذا الشكل اظل الفها. عندي لان القلاية صغيرة او نقول الطاوة. ان شاء الله الكل تعرف. انطوني رأيكم، اللي يجربها ينطيني يكتب لي يقول لي جربها ونجحت بديه. تنجح، ماكو شي، انا دائما اقول ماكو شي ما ينجح، اي شغلة واحد يسويها تنجح بديه، بس المكونات يضبطها نفس مال المقادير. قلت لكم القلاصين سميد وقلاص طحين ذني وخمرة. انا ما احط، لا حاولوا تحطون بيكنج باودر، بس الفانيلا عمود حتى الريحة او النكهة تصير طيبة. جاي تشوفون قدامكم. حبيت اشوفكم يعني حتى طلين على
نقلبها على الوجهين، نقليها من الجهتين أو الوجهين نقول. نص ساعة بس وتجون عليها، ما نخليها أكثر تختمر. ساعة ربع ساعة بعد بكيفكم حسب. والمي يعني عندي لأن شوية كان الجو مو نقول الجو نحن حلو، مي اسم دافي، اسم دافي خليته حتى رأسا الخمرة تتفاعل ويا السكر أو الشكر رأسا تتفاعل. أظل أقلبها على الوجهين، أقلب منها حتى لا تحترق عندنا. شوفوا هذا اللون يكفيني، تحبوا أغمق بعد بكيفكم. وهذا الشكل النهائي لها. شوفوا راح أشوفكم الداخل مالتها، طعمها ولا أروع من عنده ولا أطيب. ولا تنسونا بالاشتراك والمشاهدة، وأهم شي عند ذاك الفيديو مشاهدات نهائيا ماكو. وباي.